الحل الوحيد للسيطرة على المنتجات بالسوق المصري والأسعار الخرافية في الفيديو ده. صباح الخير عليكم. دلوقتي الدولة عاملة 6 أو 7 منتجات يتم التسعير عليهم بالتسعيرة موحدة. الكلام دوت ما ينفعش على المنتجات كلها، لأن أنت في سوق حر. بمعنى في منتجات في السوق بتتباع، ممكن تتباع عند واحد ب5، واحد تاني تتباع ب5.25، واحد تالت تتباع ب5 جنيه و30، فهو ده السوق الحر. لكن مش من الطبيعي ان حاجه تتباع ب5 تلاقي سعرها في السوق 8 و9 و10 جنيه. ده اسمه جشع، ده ما اسموش سوق حر. عشان انت تسيطر على الاسعار ديت، انا عندي فكره، والله الفكره دي لو وصلت للمسؤولين ممكن تسيطر على الاسعار في السوق. زي جهاز حمايه المستهلك في الايام اللي فاتت كان بيعمل حملات على محتكري سلع واللي بيخزنوا السلع. طبعا الناس دي بتدفع غرامات 100,000 توصل لكذا مليون. بيدربوا 1000 شاب عشان ينزل يشارك مع حمايه المستهلك في السيطره